السلام عليكم. حقن الكريمات والتحاميل للسيدات بيتطلب بعض الاستعدادات لضمان عدم إدخال عدوى للعضو الإنثوي. 1. اغسلي ايديكي بالخطوات دي مع مراعاة إن الأظافر تكون مقصوصة. 2. ارتداء قفاز طبي إن أمكن. 3. اغسلي التحميلة بماء بارد علشان تزيد من صلابتها عند الدخول. 4. افتحي التحميلة بالشكل ده. 5. امسكيها بالثلاث أصابع دول من تحت أو ضعيها في أداة حقن التحاميل من القاعدة وليس من الطرف المدبب. 6. يمكنك وضع جل ملين إن كانت كبيرة. لو عبارة عن كريم. 1. بتشبكي الأداة بالشكل ده في علبة الكريم. 2. اقلبي العلبة واسحبي الكريم بالشكل ده مع الضغط على العلبة أو شفط الكريم من العلبة لو العلبة كبيرة. 3. ثم قم بفكها من أنبوبة الكريم واقفلي الأنبوبة. الوضعية: 1. بتجلسي قرفساء بالشكل ده. 2. افتحي البيتان باليد اليسرى. 3. حددي فتحة العضو الأنثوي حيث فتحة مجرى البول هي الأعلى وفتحة العضو في المنتصف، أما فتحة الشرج هي الأسفل. 4. نظفي العضو بمنديل مبلول مرة ومنديل جاف مرة أخرى من أعلى إلى أسفل. 5. افركي ايديكي بكحول جل أو اغسليها بمية وصابون ثم امسكي التحميلة. 6. ادخلي التحميلة بإصبع السبابة هكذا حتى نهاية الإصبع. لو في حالة الأداة بتمسكي الأداة كده وبتدخلي لحد ما تلاقي مقاومة وبعدين تسحبي الأداة دون التحميلة. أما في حالة الكريم يتم دفع الكريم في الداخل هكذا، تدخل التحميلة ثم تذوب. حفزينا بتعليق علشان نستمر في نشر المزيد، وشارك الفيديو مع أصدقائك ليستفاد الجميع. شكرا.